الاهلي في خطر. الاهلي مش كويس. كمل يا كابتن رضا، كمل تحليلك عن الاهلي في خطر. الاهلي مش كويس. الاهلي الاصابات دي هتأثر عليه فيما بعد. ولازم بقى عودة امام عاشور، يعني عشان بصراحة الاهلي بيعاني في حتة نقل الكرة من تلت، من عند ال 18 بتاع النادي الاهلي لل 18 بتاع الخصم. في صعوبة جدا لان الكرة بتتلعب اللي هو الكرة اللي هي الروتينية، اللي هي خدها ناحية الرايت وبعد الرايت هاخدها تاني نص الملعب ووديها ناحية الشمال. يعني ما فيش اللي هو بياخد الكرة وجاي قاطع 20 30 متر يضرب فيها كام خط عشان يوصل بالكرة للتلت الأخير بتاع الفرقة التانية، اللي هو من خلالها بقى بيقدر يعمل اسيست، بيقدر يشوط، بيقدر يباصي لحد من سواء اليمين ولا الشمال عشان يعمل كروس. ما شفناش الكلام ده خالص، لان طبعا بن رمضان ضايع ما بيعملش الكلام ده. فده مأثر حتى في التغييرات. النهارده الراجل بيطلع بن شرقي الوحيد اللي كان بيقف على الكوره. يعني هات الخط ده كله هتلاقي بن شرقي حتى قبل تريزيجيه ما يطلع الوحيد اللي بيقف على الكوره وما بيخسرش الكوره كان هو بن شرقي. فانت بتطلعه وتقوم جاي منزل بيكهام. ولولا براعه شوبير كان الاهلي خرج النهارده، يعني مش خرج، كانت الدنيا اتأزمت بقى في ماتش الجيش الملكي اللي جاي. على العموم مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، بس النادي الاهلي مش في حالته، مش هو ده النادي الاهلي. اشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم.